اجتماع عاصف ينتظر لاعبي الأهلي مع سيد عبد الحفيظ عضو مجلس الإدارة الجديد قبل السوبر المصري بسبب حالة الغضب العارمة من تراجع نتائج الفريق. هناك اتجاه قوي في الأهلي لتجميد مستحقات اللاعبين مجددا بسبب سوء النتائج. يسيطر الصمت والحزن الشديد على زيزو بعد مباراة المصري البورسعيدي لتسببه في إضاعة الفوز بإهدار ركلة جزاء في الوقت القاتل. الجهاز الفني يدعم زيزو نفسيا ويطالبه بإغلاق صفحة الخطأ، مشيرا إلى أن التوفيق لم يحالف الفريق بشكل كامل وليس اللاعب وحده. انتقد محمد الشناوي زملائه في غرفة الملابس لرفضهم تحية الجماهير التي دعمتهم طوال مباراة المصري. أكد شريف عبد المنعم وكل المحللين والجماهير والنقاد أن المستوى الذي ظهر به الجناح الشاب محمد عبد الله أمام المصري يستوجب منحه فرصا أكبر للمشاركة على حساب لاعبين أساسيين غير مجدين. منح موقع السوف سكور المتخصص في الإحصائيات محمد عبد الله واحدا من أفضل التقييمات في المباراة رغم مشاركته في دقائق قليلة. جماهير الأهلي هتفت لسيد عبد الحفيظ في المدرجات على أمل أن ينجح في إصلاح الحال قبل مباريات السوبر المصري. أشاد علي ماهر بلاعبي سيراميكا كليوباترا بعد تحقيق فوز قاتل وتصدرهم بطولة الدوري بفارق 3 نقاط عن الأهلي، مؤكدا أن الفوز سيمنح فريقه دوافع كبيرة قبل مباريات السوبر. أعرب أحمد شوبير عن قلقه الشديد على الأهلي هذا الموسم بعد التعثر للمباراة الثانية على التوالي، مما منح بيراميدز فرصة للابتعاد بالصدارة، وتوقع أن يكون الموضوع صعبا جدا هذا الموسم. دافع المدير الفني للأهلي يان ثورب عن اللاعبين بعد التعادل مع المصري، وأكد تحمله للنتيجة، مشيرا إلى أن الجميع قدم المطلوب منه، لكن الفريق عانى من سوء توفيق كبير وعدم الثقة أمام المرمى رغم الوصول لمرمى الخصم بأكثر من 5 فرص مؤكدة. أكد يان ثورب أنه سيعمل على معالجة مشكلة سوء إنهاء الفرص قبل السوبر المصري، ويثق تماما في إمكانيات اللاعبين. يرى رمزي أن محمد عبد الله لو شارك أساسيا في السوبر سيكون أفضل من اللاعبين الكبار أمثال زيزو وتريزيجيه الذين يجب أن يجلسوا على مقاعد البدلاء. أكد ضياء السيد المحلل الرياضي أن أخطاء الأهلي المتكررة هي السبب الرئيسي وراء فقدان الجماهير الثقة في الفريق. أشار ضياء السيد إلى أن من حق الجماهير أن تقلق قبل السوبر وبطولة الدوري في ظل الثبات الكبير في مستوى سيراميكا كليوباترا وتصدره الدوري بفارق 3 نقاط.